السلام عليكم، يا كل الهلا. روتين صباحي، يا ربي يجعله صباح عافية وخير وبركة عليكم، آمين يا رب. أنا شفت طير بالحديقة، حبيت أصوره لكم، بس شنو يعني من ورا جام الباب مالت المطبخ، لأن أدري من راح أفتحه راح يطير الطير، فصورت لكم إياه من ورا الجام. هذا تصوير بنات، يعني مو مال اليوم والبارحة، لا هذا تصوير تقريبا صاير يعني فترة ناسيته، أني ما منتجته وما مسويته، فمن دا أقلب شفته فقلت خله نزله. ريوق غدا، خبز، سويت كيك. شلون صار بيا فيلم دا أسوي أمنتج، وكملت ونزلته بالاستوديو ونشرته على اليوتيوب، وتقريبا كم مشاهدة اجت يعني بأول دقائق، الحمد لله. وأني دا أريد أسمع الفيديو، أباوع شو هذا الفيديو بدون صوت، يا الله يا رب هاي شنو. بعدين تذكرت أنا كل هذا ساعة أحكي ودا أمنتج وأسوي، تقريبا هو على ما ينزل الاستديو بالساعة، على ما ينشر على اليوتيوب ياخذ له بالساعتين ونص، لأن الشبكة ضعيفة مو قوية، فياخذ له تقريبا ساعتين ونص. أي بنات، فتقريبا بالساعتين ونص يلا ينزل على اليوتيوب. ولما أجي دا أسمع كل شو ماكو لا صوت لا شي، بس التصوير لا يا الله، لا يا الله، لا. وانا بكيفه عود اليوم الحمد لله والشكر، قلت يعني اثناء التصوير وهاي قلت ما شاء الله يوم الحظ، لان تبسي طلع تبسي رهيب، تبسي خالي يعني بدون اضافات، يعني بدون اي ان جي واي دي، فعل مجرد. لا تأشاقة وياكم، بس تبسي يعني بدون لحم بدون دجاج، بدون اي اضافة، مجرد يعني تبسي عادي، فلفل، بصل، طماطة، باذنجان، بوتيتة، ونحمسها. بس الفلفل ينطي نكهة رهيبة، يعني الريحة كلش طيبة تطلع. والكاتشب خليت فوقها كاتشب، الكاتشب ينطي طعم للتبسي جدا طيب. خاشوقتين كاتشب تكفي للتبسي، يعني خاشوقتين كافي تقريبا. واثناء ما يفور، يعني من يفور عاد نخليلها. بنات عندي هذا الحائط إذا أكل نوعية لزقت زينة، فحابة يعني ألزق عليها، لأن احتاريت بيه والله، كل لزقة أخليها توقع، ما أعرف يعني حيل مأذيني، لأن صاير من جهة الطباخ والدهن وهاي، فحابة أخلي لزقة. الصبغ مالتي هم مو زيتي يعني، فما يتنظف عدل. هنا كانت الشميصة طالعة، شمس الشماسي طالعة، فقلت لهم خلوها بالحديقة نتغدى. والله هم ما صدقوا، حتى بعدني ما أعرف درت وجهي أريد أجيب ما أعرف مي ما أعرف شنو، جيت لقيتهم يسوون هجوم علي، قلت لهم عاد انطوا مجال خل أصور بس مجال، في الله الحمد لله والشكر. أنا صورت لكم يعني تقريبا ورا ساعتين، سبحان الله، من الشمس، من الجو الجميل، يعني ما شاء الله، يعني كان الجو كلش حلو. فجأة ورا ساعتين انقلب الجو، عاصفة مو طبيعية، غيمة سوداء غيمت وعاصفة. قلت هم خلي صورة، ليش لا. هنا سوينا كيكة بنات، الكيكة هم طلعت توب توب توب، يعني الطعم والشكل. سكر، شكر، وزيت وبيض نتركهن طريق بحيث يذوب، يعني الشكر يذوب تماما، السكر خليه يذوب، من خليه يعني بعد حبيبات. وكيس، كيس مال جيلاتين بنات، جلي هذا الألوان، أنا جلي يمكن على ما أتوقع بطعم البرتقال كان.
فخليته بنات كلش طيب، الجلي متخلينه ويا الكيكة ينطي طعم، فالطعم رهيب. وهنا بالتدريج عاد نبدي الطحين بالتدريج. عندنا بيكنج باودر من نخليه، أنا قايلت لكن لازم ترشن شوية مي على مود تشوفن البيكنج باودر يعني ينطي مفعول لو لا. إذا فار البيكنج باودر فهذا معناه إنه جيد، أما إذا لا ما أنطى فقاعات وما فار معناه هذا اكسباير. هنا كريم الشانتي بناتي، كريم الشانتي أنا شلون سويته؟ ما خليت لا شكر ولا حليب، خليت حليب مركز لأن هو محلى، فخليته ويا كريمة الشانتي وطرقته بالخلاط هذا اليدوي، يعني الخلاط هاي هياته هذا. هنا عندي هذا الهيتر كنت منزلته جديد وبعدني هسه اريد انظفه، فماكو عندي مجال وما عندي فشي عالي اخلي عليه لان الواير مالت الخلاط صغير، خليته على الهيتر وقعدت اطرق عليه. شوف البيكنج باودر بنات شلون ديفور، من تحس انه هيك ديفور لا معناه اوكي هذا جيد، بس اكو من تخلينه لا ما يفور. وصلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحبه أجمعين. هو لازم أكو سحق، لازم أكو سحق، ما أعرف أتعب من نحكي يعني وأظل أسحق لو هو طبيعي. شوفوا كيكتنا، شوفوا الجمال. هاي الكريمة هي ما كانت كاكاو يعني طخ، لا كان الكاكاو فاتح فما مبين هنا عبالك بيضة، وخليت فوقها كراميل، كرمت يعني أنا سويت الشكر كرملته وسويته. شوف الجمال. هنا قلبت دقلة الكيكة بنتي ضحكت عليها، تمام عادي تصير بأحسن العائلات يعني ما بيها شي. وهنا أنا بديت أعجن لأن هذا العجن يعني الفيديو كان السابق قبلها بيوم، لأن بصراحة دمجته وياه ما كان نفس اليوم، فعجنت وخبزت بهذا التنور الكهربائي. بنات إن شاء الله في اليوم أجاوب على تعليقاتكن وأسئلتكن من عيون الثنتين، أجاوب في اليوم أخصصه وأجاوب لكم تدللن. هم التعليقات السلبية عيني انتم هم أرد عليكم، مو أرد يعني رد مو خوش، لا بالعكس أرد رد طبيعي، بس أوضح لكم يعني الطريقة اللي انتم تستهزئون بها. البنات اكل عجين يعني البنات شي يسوون يعجنن ويخلن فوقها مي ويغطن، ورا فترة يرجعن عليه من جديد يدورن عليه من جديد يعجنن. اني لا عجنة واحدة، عجنة واحدة فبعدين يختمر واشيله خبزه. هذا هو. هنا هذا التنور كهربائي بنات، هذا التنور رهيب يعني افضل من هاي التنانير اللي هسه جاهزة يعني الشكل حلو هاي. والله هذا حتى كهرباء ما ياخذ هواية، أنا قالت لكم كهرباء مالتنا ضعيفة إلا رافعة، قبل كانت عندنا رافعة واحترقت إلا رافعة، وإحنا حاليا ما عندنا رافعة، فهذا ياخذ يعني ما ياخذ كهرباء. أنا عندي هواي أجهزة، عندي المقلاية يعني ما مستعملتها حرامات يعني خلتها هالشكل لأن تحتاج لها كهرباء قوية، فمضطرة يعني. هاي أنا عندي تنور غاز ومرة خبزت فيه فيديو سابق، بس هنا واني قاعدة بالبيت طلع الخبز يخبل، حتى كليجة أتذكر مرة شاوية بيه لحمة بعجين مسوية، بيتزا، يعني هم هواي شغلات. الاستواء مالته كلش حلو الفافون يعني لأن فافون وخفيف بسرعة يستوي. وإذا وصلتوا لهذا الجزء أتمنى اللايك، لا تنسوني حبايبي، وأتمنى يكون فيديو ظريف لطيف مو ثقيل عليكم، ويكون عند حسن ظنكم. وممنونة منكم هواي، ممنونة من التعليقات، ممنونة من اللي يشتركون
حبايبي الجدد مشكورة، هواي مشكورة. بالختام أقول استودعناكم بالله العلي العظيم.